بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم، وحشتوني جدا. طبعا الايام اللي فاتت او الفتره اللي فاتت ما كنتش معاكم في فيديوهات عشان ظروف خارجه عن ارادتي. ان شاء الله الايام الجايه هكون معاكم وكل جديد هيكون معايا ان شاء الله. طبعا الناس كلها مشتاقه تعرف الصفقات الاهلي القادمه في الماركات الشتوي. طبعا هقول لكم بالتفاصيل. عمر كمال عبد الواحد موجود في الاهلي رسميا، هو مضى من 3 شهور فاتت. وطبعا عجبني تصريحه الاخير، قال انا مش هرحل من فيوتشر الا يكون مستفاد من رحيل. طبعا هيكون 3 اعارات مقابل عمر كمال. طبعا اول القايمه خالد عبد الفتاح، كريستو، طاهر محمد طاهر او كريم ندفد، على حسب كولر هيوافق مين ويرفض مين. دي اول صفقات الاهلي في يناير القادم. تاني صفقة هو أسامة جلال مدافع نادي بيراميدز. طبعا كلكم عارفين ان هو ايام انبي كان هيجي الاهلي، لكن ايمن الشريعي رئيس نادي انبي كلكم عارفين ان هو زملكاوي متعصب، هو ادى الى تعثر الصفقة دي، وطبعا هو سبب من اسباب مصطفى شلبي يروح الزمالك وما يروحش الاهلي. طبعا أسامة جلال مدافع بيراميدز هيكون موجود في الاهلي في الميركاتو الشتوي القادم. ثالث صفقة معانا هو مهاجم نادي انبي احمد امين اوفا. طبعا كولر وافق على احمد امين اوفا، هيكون مهاجم الاهلي في الميركاتو الشتوي القادم. طبعا هتقولوا ايمن الشريعي يعني ممكن يوقف الصفقه دي، لكن اداره النادي الاهلي قالت للاعب ما تقلقش خالص، انت هتكون ضمن صفوف النادي في الميركاتو الشتوي القادم. احمد امين اوفا انا متاكد انها تكون صفقه مربحه للنادي الاهلي، عشان هو نسخه من مصطفى محمد، وكولر طبعا انا متاكد ان هو هيطوره كتير. طبعا حديث الساعه هو احمد فتوح. انا قلت لكم قبل كده من 5 شهور احمد فتوح في الاهلي، وقلت لكم قبل كده من سنه امام عاشور في الاهلي والناس نقدتني، ودلوقتي امام عاشور في الاهلي، وانا بقول لكم اهو احمد فتوح موجود في الاهلي في الصيف القادم. لكن لو حصلت المعجزه ممكن يكون في يناير القادم، ممكن يستغنى عن كل مستحقاته الماديه كلها ويفسخ العقد مع الزمالك بالتراضي. دي الصفقات اللي حتى الآن خلاص خلصت رسميا للنادي الأهلي. أي جديد هيكون معايا إن شاء الله أول بأول. سلام.